ليه ضحية نزل جابها، بس أكيد متوفية يعني. طبعا أهل القرية كلهم زعلانين جدا جدا على الأطفال المصابة وعلى الأطفال المتوفيين. ربنا يصبر أهلهم يا رب، وربنا يجعل مثواهم الجنة إن شاء الله. آه، مش عارفة يا جماعة والله ايه الحوادث اللي بتحصل ديت، مش عارفة في ايه. قبل كده بتشطف أولاد بناتها، دخلت لقيتهم التلاتة متوفيين. مش عارفة والله يا جماعة، أنا ما أنا عارفة ايه اللي بيحصل، ايه اللي بيجرى. ربنا يلطف بعبيده يا رب، وربنا يصبر أهل الأطفال ويصبر أهل القرية. أهل القرية كلها حزينة، أهل القرية كلها متأثرة بالحادث. أطفال رايحين المدرسة. آه، طبعا أنا شفت الفيديو، أنا اتأثرت جدا جدا جدا، وبكاء من أهل القرية كلها عشان الضحايا. ضحايا يعني 20 نفر. ما نعرفش تنجى منهم قد ايه، مات منهم قد ايه. وده الأطفال أبرياء. آه، ربنا يصبر أهلهم يا رب. دولت حادث في صباح اليوم، كانوا رايحين المدرسة بتاعتهم وشايلين شنطهم، لابسين المرايات بتاعتهم ورايحين فرحانين. ربنا يصبر أهاليهم وأهل القرية يا رب. ربنا يصبر أهاليهم يا رب. أطفال فرحانين، هم شايلين الشنط بتاعتهم ورايحين مدرستهم. طبعا فريق الإنقاذ بيحاول على قد ما يقدر، بيطلع الجثث وبيطلع المصابين. طبعا زي ما انتم شايفين التروسيكل يعني متدغدغ، واهل القرية كلهم محاوطين التروسيكل اللي بين الناحية دي واللي بيجيب الناحية دي. وطبعا هو نزل جاب ضحيته من الترعة. ربنا يصبر قلبه يا رب، وربنا يصبر أهل قرية أسيوط. و فريق الإنقاذ بيحاول على قد ما يقدر. زي ما انتوا شايفين الناس يعني الناس بقلوبها وعطفت جدا جدا، مش مصدقين يعني مش مصدقين ايه اللي حصل، ايه اللي جرى. احنا كل يوم بنروحوا المدرسة بالموتوسيكل، ايه اللي جرى؟ قدرة ربنا، ده بتاع ربنا، محدش له حاجة في نفسه. وربنا يصبر أهل الضحايا والمصابين. والمصابين ربنا يشفيهم يا رب وينجهم من اللي هم فيه، واللي توفى الله يرحمهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. مساء الخير يا جماعة، عاملين ايه؟ النهاردة معانا حادث مأساوي جدا 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 في محافظة أسيوط. طبعا توريسيكل اتقرب في الترعة. التريسيكل ده كان محمل 20 طفلة وطفل رايحين المدرسة. طبعا التريسيكل يعني أكيد يعني ما فيهوش فرامل، أو العجلة عملت خلف خلاف، اتقلبت في الترعة. الترعة دي أدارت اللي هي أمام البرهومية. طبعا 5 أطفال اتوفوا، والباقي يعني لحقوهم في المستشفى. طبعا الترعة دي مليانة كمامة، ومليانة حشرات، وطبعا ماهيش كويسة. طبعا حادث مأساوي جدا جدا، وحادث ربنا ما يوراه لحد. 5 أطفال اتوفوا، وطبعا من عمر 9 سنين ل4 سنين ل5 سنين. ربنا يصبر أهل أسيوط يا رب. طبعا فريق الإنقاذ طبعا بيعمل كل جهده، وبيطلع الأطفال اللي هي متوفية والأطفال اللي هي متصابة. وراجل من أهل القرية طبعا ليه ضحية نزل جابها، بس أكيد متوفية يعني. طبعا أهل القرية كلهم زعلانين جدا جدا على الأطفال المصابة وعلى الأطفال المتوفيين. ربنا يصبر أهلهم يا رب، وربنا يجعل مثواهم الجنة إن شاء الله. مش عارفة يا جماعة والله ايه الحوادث اللي بتحصل ديت، مش عارفة في ايه.
قبل كده بتشطف أولاد بناتها، دخلت لقيتهم التلاتة متوفيين. مش عارفة والله يا جماعة، أنا ما أنا عارفة إيه اللي بيحصل، إيه اللي بيجرى. ربنا يلطف بعبيده يا رب، وربنا يصبر أهل الأطفال ويصبر أهل القرية. أهل القرية كلها حزينة، أهل القرية كلها متأثرة بالحادث. أطفال رايحين المدرسة. طبعا أنا شفت الفيديو، أنا اتأثرت جدا جدا جدا، وبكاء من أهل القرية كلها عشان الضحايا. ضحايا يعني 20 نفر، ما نعرفش اتنجى منهم قد ايه، مات منهم قد ايه. وده الأطفال أبرياء. ربنا يصبر أهلهم يا رب. دولت حادث في صباح اليوم، كانوا رايحين المدرسة بتاعتهم وشايلين شنطهم، لابسين المرايات بتاعتهم ورايحين فرحانين. ربنا يصبر أهاليهم وأهل القرية يا رب. ربنا يصبر أهاليهم يا رب. أطفال فرحانين، هم شايلين الشنط بتاعتهم ورايحين مدرستهم. طبعا فريق الإنقاذ بيحاول على قد ما يقدر، بيطلع الجثث وبيطلع المصابين. طبعا زي ما انتوا شايفين التروسيكل يعني متدغدغ، واهل القرية كلهم محاوطين التروسيكل اللي الناحية دي واللي بيجيب الناحية دي. وطبعا هوا نزل جاب ضحيته من الترعة. ربنا يصبر قلبه يا رب، وربنا يصبر اهل قرية اسيوط. وفريق فريق الانقاذ بيحاول على قد ما يقدر. زي ما انتوا شايفين الناس يعني الناس بقلوبها وعاطفة جدا جدا، مش مصدقين يعني مش مصدقين ايه اللي حصل، ايه اللي جرى. احنا كل يوم بنروحوا المدرسة بالموتوسيكل، ايه اللي جرى؟ قدرة ربنا، ده بتاع ربنا، محدش له حاجة في نفسه. وربنا يصبر اهل الضحايا والمصابين، والمصابين ربنا يشفوهم يا رب وينجهم من اللي هم فيه، واللي توفى الله يرحمهم وربنا يصبر اهاليهم. من سن 9 ل10 ل4 سنين ل5 سنين، الله يرحمهم وربنا يشفي المصابين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع فيديو جديد ان شاء الله. اسيبكم في رعاية الله. زي ما انتوا شايفين الشنط بتاعتهم، ويعني حاجة تقطع القلب والله العظيم. بكاء من القلب، مش من العين، من القلب. ربنا يصبر اهلهم يا رب، ربنا يعوض عليهم، ربنا يعوض عليهم، وربنا يشفي المصابين يا رب. طبعا شايفين الاب بيصرخ من فرحة وصراخ. استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم، ولا اله الا الله محمد رسول الله. ولا حول ولا قوة الا بالله العظيم، ولا حول ولا قوة الا بالله العظيم.